كوتش مصر ليك وحشه والله العظيم، بس توقف دولي ومنتخب مصر وكاب حسام حسن والخساره من اوزبكستان والتعادل مع الراس الاخضر واحسن ثالث من 4 منتخبات وحوارات مصر دي كلها، بس هنتكلم عليها في حلقه منفصله قبلهم افريقيا. بس انا النهارده جاي لك بحلقه نار هنتكلم فيها عن منافسين الاهلي في دوري ابطال افريقيا ومنافسين الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. هنتكلم عن مميزات وعيوب وطريقه لعب واخطر الاسلحه بالنسبه لشبيبه القبائل والجيش الملكي اللي هيلعبوا الاهلي، وعلى الناحيه الثانيه نفس الكلام مميزات وعيوب وطريقه لعب واخطر الاسلحه عند فريق كايزر تشيفز وفريق زيسكو يونايتد. فاوعدك انك تخرج من الحلقه دي عارف كل حاجه بالتفصيل للمنافسين بالنسبه للفريق اللي انت بتشجعه اذا كان الاهلي ولا الزمالك. فهعرفك كاهلاوي ازاي تكسب شبيبه القبائل ونهضه بركان وايه الاخطاء اللي انت لو عملتها تخسر الماتش، وكزملكاوي هعرفك ايه هي برده نقط ضعف وقوه فريق زيسكو يونايتد وفريق كايزر تشيفز، وايه الاخطاء اللي الزمالك لو عملها هيخسر الماتش، وايه نقط الضعف لو لعب عليها هيكسب الماتشين. فمن غير مقدمات كتير نخش في الحلقه، بس قبل ما نبدا تقول لي رايك في الديكور الجديد والاضاءه، ولو عايزين اي تعديلات تقول لي في الكومنتات، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتشارك في القناه عشان جدا بقى ان شاء الله. صلي على النبي وتعالى لي عشان احكي لك على نقط ضعف كل فريق بالتفصيل. هنبدا بالنادي الاهلي عشان راجل بيلعب في افريقيا والراجل كسبان اخر ماتش قدام الزمالك والراجل معلوماته في السماء، فهنتكلم عن النادي الاهلي واول ماتش هيلعبه قدام فريق شبيبه القبائل. لو قلت لك ملخص سريع كده فريق شبيبه القبائل، فهو موجود دلوقتي في الدوري الجزائري في المركز الثامن، واخر ماتش لعب رابطته في الدوري كان قدام النادي الرياضي القسطنطيني، يعتبر ديربي هناك في الجزائر، وخسر المباراه بنتيجه 1-0. طيب ايه هي خطه اللعب بالنسبه لنادي شبيبه القبائل؟ شبيبه القبائل بيعتمد على خطه 4-4-2 دايموند، وكل لعبه مختصر على الاوفرات وعلى الباكات اللي بتبقى فاتحه لحد ال 18 بتاع الفريق المنافس، وبتلعب اوفرات على المهاجم اللي موجود ايمن محيوس، وهو ده اخطر لاعب بالنسبه لشباب بلوزداد، وهو ده المهاجم بتاعهم، وهو ده هدافهم في الدوري الجزائري. الراجل لعب معاهم 8 ماتشات قدر انه يسجل 5 تجوان، اغلبهم كلهم من الاوفرات اللي بتتعمل اذا كان الباك اليمين او الباك الشمال، ويطلع هو جوه منطقه الجزاء بدماغه ويسجل هدف بالنسبه لشبيبه القبائل. ويعتبر ايمن محيوس هو اشهر اسم موجود واقوى اسم موجود في نادي شبيبه القبائل بعد الاسم اللي احنا كلنا عارفينه قلب الدفاع السابق لنادي اتحاد العاصمه زين الدين بالعيد، اللي كان في فتره من الفترات اسمه مربوط بالانتقال للنادي الاهلي ونادي الزمالك. طيب بالنسبه لنقط قوه شباب بلوزداد ايه هي؟ زي ما انا قلت لك خطه لعبهم بتعتمد على الباكات اللي على طول فاتحه وبتلعب الاوفرات للمهاجم ايمن محيوس، وعندهم كمان في الخطه دي الاثنين الوينجات اذا كان الوينج اليمين او الوينج الشمال بيبقى على قوس منطقه ال 18 عشان اي كره ثانيه بتنزل لهم بيحطوها على طول في الجون. هي ما لبستش معاهم كتير السنه دي، بس ممكن تلبس واحده تخش في مرمى النادي الاهلي، بس كاوفرول كنقط قوه هم مش اقوى حاجه ولا اقوى حاجه هجوميه. النادي الاهلي يقدر يوقفهم عادي جدا، بس مشكله النادي الاهلي اللي هو عنده اصلا مشاكل في الحته الدفاعيه ورا الباكات اذا كان كوكا ولا محمد هاني، وكمان الكوره اللي بتلعب جوه ال 18 بيحصل فيها غلطات من ياسين مرعي وياسر ابراهيم، من وراهم محمد شناوي اللي عنده برده مشكله في الكوره العاليه ما بيعرفش يطلع يمسك الكوره، بس اعتقد الياس طروف في الاسبوعين دول هيقدر يصلح من النادي الاهلي في الحته الدفاعيه وحته الباكات وحته المساحات دي، وهيقدر يقفلها وهيقدر يلاعب شباب بلوزداد ويقفل كل مفاتيح اللعب بالنسبه لشبيبه القبائل. طيب بقى ايه هي نقط ضعف شبيبه القبائل؟ النادي الاهلي لو استغلها يقدر يسجل منها هدف. احنا قلنا ان على طول الباكات طايره وان على طول الباكات زايده، وعندنا كمان الهافات ضمه لجوه، فاحنا كده عندنا كميه مساحات في ظهر الباكات مش هتلاقيها في اي باكات تاني، وكمان عندنا الاثنين قلوب الدفاع اذا كان زين الدين بالعيد او المدافع اللي جنبه بطاقه نسبيا، وكمان المدافع اللي بيلعب جنب زين الدين بالعيد ده الميس باس بتاعه كتير فشخ، فالنادي الاهلي لو استغل الحته دي بالضغط العالي هيقدر يغلطه عادي جدا، وحارس المرمى اللي عندهم مش احسن حاجه خالص، اي كره بتتشاط عليه بتخش جون. هم اصلا في الدوري الجزائري هم خامس اقطع في خط دفاع، لعب 8 ماتشات داخل فيه 12 جون تقريبا. هو كفريق اوفرول كله هو فريق مش قوي ولا فريق جامد ولا فريق تخاف منه، هي الحاجه الوحيده بس اللي مدياله هيبه ان هو اسمه شبيبه القبائل الجزائري فريق جزائري. احنا عارفين الجزائريين لما بيلعبوا مصر ازاي بيبقى غلاويين وازاي بيبقى عندهم صرم وعندهم الكلام ده كله، بس النادي الاهلي اعتقد انه هينزل يخلص الماتش ده من بدري خالص ومش هيخلي شبيبه القبائل يمسك عليه كوره ولا يعمل عليه اي خطوره، والنادي الاهلي ان شاء الله هيقدر يكسب المباراه دي عادي جدا. ده كان كل كلامنا بالنسبه لشبيبه القبائل. اما بقى الجيش الملكي فالعكس تماما حرفيا. نادي الجيش الملكي دلوقتي موجود في المركز الثاني في الدوري المغربي، بيفرق بينه وبين نادي الوداد نقطتين. نادي الجيش الملكي هو اقوى خط دفاع موجود في المغرب بعد 8 ماتشات ما دخلش فيه الا جون واحد. نادي الجيش الملكي بعد 8 ماتشات جايب 14 جون وهو اقوى خط هجوم موجود في الدوري المغربي. وقبل ما اكلمك على خطتهم وطريقه لعبهم تعالى اكلمك على اقوى الاسامي اللي موجوده عندهم طبعا اللي كلنا عارفينه رضا سليم اللي راح اعاره من النادي الاهلي، الراجل اللي عامل اسيستين وجايب جون، ده يعتبر ثالث اقوى لاعب عندهم هو رضا سليم. اما ثاني اقوى لاعب عندهم هو يوسف الفحلي. يوسف الفحلي انت اكيد سمعت اسمه قبل كده، ايوه فعلا الراجل ده اللي كان بيلعب مع نهضه بركان السنه اللي قبل اللي فاتت في نهائي الكونفدراليه قدام نادي الزمالك، وقدر ان هو يسجل جون في نادي الزمالك. دلوقتي موجود مع النادي الجيش الملكي، واحد من اقوى اللعيبه اللي موجوده في صفوفهم، جايب 4 اجوان وعامل 2 اسيست 8 ماتشات. اما بقى اقوى لاعب عندهم وهداف الدوري المغربي مش فيرود مش هاف، هو
نص الملعب الدفاعي بتاعهم محمد ربيع حريمات. الراجل ده بيلعب نص ملعب 6، جايب 5 تجوان من 8 ماتشات وعامل 2 اسيست، وهو بيلعب نص ملعب 6. وتعالى اقول لك بقى خطتهم في الملعب وطريقه اللعب، وان ازاي اللاعب اللي بيلعب رقم 6 جايب 5 تجوان من غير ما يجيب ولا ضربه جزاء. الرسم التكتيكي بتاعهم في الملعب عادي جدا، بيبقى 4-2-3-1 زيه زي النادي الاهلي عادي جدا، بس طريقه لعبهم في الملعب هي اللي مخليهم لهم شكل تاني، وبيعتمدوا على الاختراقات من العمق والكور اللي بتتلعب ورا خط الظهر اذا كانت الكور العاليه او السرعات اللي ما بين الخطوط. وكمان عندهم طريقه لعب تانيه هي اللعب في ظهر الباكات بتاعت الفريق المنافس. يعني مثلا لو الكره اتلعبت في ظهر محمد هاني، بتلاقي رضا سليم الوينج او حتى الباك بياخد الكره وبدل ما يعمل اوفر جوه منطقه الجزاء بيلعب الكره بالعرض للي جاي من ورا، اللي هو بيبقى محمد ربيع حريمات اللي بيقابل الكره بوش رجله بتسكن الشبكه. ودي الطريقه اللي جاب بيها 5 تجوان. وعندهم الباكات بتاعتهم اذا كان الباك اليمين ولا الباك الشمال كل واحد فيهم عامل جونين وازيد، وهي دي بتعتبر اخطر نقط قوه بالنسبه لفريق الجيش الملكي المغربي. وبالنسبه للنادي الاهلي هي دي عيوبه زي ما اتكلمنا، اللعب ورا خط الدفاع واللعب ورا الباكات، هي دي عيوب النادي الاهلي. انت عندك وينج سريع زي رضا سليم على اليمين، عندك واحد زي يوسف الفحل على الشمال، وعندك كمان الراجل اللي بيهرب في نص الملعب ده محمد ربيع حريمات هيبقى في ظهر مروان عطيه وديانج في اي كوره، وعندهم الباكات على طول طايره في ظهر محمد هاني وكوكا، فيعملوا زياده ويخنقوا النادي الاهلي في منطقه جزائه. لو النادي الاهلي نزل لازم يفرض سيطرته، ولازم كمان يعلي الريتم عليهم وما يخليهمش يمسكوا الكوره ويروحوا بهجمات كتيره. بس مشكله النادي الاهلي كلها في الماتش ده اللي هو يلعب الماتش الاول في المغرب، واحنا عارفين جمهور المغرب ازاي بيكسروا الاستاد وازاي بيدوا دفعه معنويه جباره للفرق بتاعتها، واحنا عارفين كمان المغرب مقدمه ايه وبتقدم ايه اذا كان من تحت 17 تحت 20 والمنتخب الاول والفرق المغربيه، فماتش مش هيبقى سهل خالص خالص بالنسبه للنادي الاهلي. اما بالنسبه لنقط ضعفهم انا ما قلتلهمش نقطه ضعف، فريق لاعب 8 ماتشات داخل فيه جون واحد، فاكيد فريق مش هيبقى عنده نقط ضعف. بس اللي اقدر اقوله لك كله زي ما النادي الاهلي هيلعب على شبكه القبائل في ظهر الباكات، يلعب برده في ظهر الباكات وفي ظهر نص الملعب اللي على طول هيبقى في نص ملعبك، ويلعب على المرتدات هيقدر يخطف جون ولا 2 في نادي الجيش الملكي. غير كده يا باشا لو نزلت اديتهم الكوره واديتهم الثقه ممكن يلعبوا عليك الكوره ويخسروك عادي جدا. بس انا برده واثق ان النادي الاهلي هيروح المغرب وهيرجع بنتيجه ايجابيه تعادل او فوز، بس النادي الاهلي مش هيخسر المباراه دي. بس ان شاء الله كل التوفيق وكل التماني للنادي الاهلي اللي هو يعمل نتائج ايجابيه اذا كان هنا في مصر يوم السبت الجاي قدام شبكه القبائل او يوم الجمعه في المغرب قدام الجيش الملكي المغربي. كده انا خلصت كل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي ومنافسينه. نخش الناحيه الثانيه على نادي الزمالك اللي عنده ماتشات مش سهله خالص. بص والله انا حاولت بكل ما اقدر ان انا ادور على فريق زيسكو يونايتد ده على ماتشات على ملخصات على اي حاجه، ما عرفتش اوصل لاي حاجه، واي حاجه كنت بوصل لها كانت بكواليتي معفنه، فللاسف ما عرفتش اوصل لهم اي حاجه. بس كل اللي عرفت اوصل له اللي هم دلوقتي موجودين في المركز ال11 في الدوري الزامبي، لعب 9 ماتشات كسب 3 خسر 4 وتعادل 2، فكاوفرول اكيد مش هيبقى ده الفريق اللي هيبقى يعطل نادي الزمالك. وكمان انت تلعب هنا في مصر، فان شاء الله نادي الزمالك يقدر يعمل نتيجه ايجابيه قدام فريق زيسكو يونايتد ويكسب مباراه باداء كويس بدعم الجماهير مع الكابتن احمد عبد الرؤوف اللي احنا كنا واثقين فيه باللعيبه بالاصابات اللي رجعت. ان شاء الله الزمالك يقدر يكسب وياخد اول 3 نقط قدام فريق زيسكو يونايتد. اما بقى الماتش الثاني قدام كايزر تشيفز فده حكايته حكايه ثانيه خالص. فريق كايزر تشيفز اللي دلوقتي موجود في المركز الثالث في الدوري الجنوب افريقي وعنده ماتش مؤجل لو كسبه هيبقى في المركز الاول بالنسبه للدوري الجنوب افريقي على صن داونز وعلى اورلاندو بايرتس. هو ثاني اقوى خط دفاع موجود في جنوب افريقيا، لعب 11 ماتش داخل فيه 6 اجوان بس، وهو ثالث اقوى خط هجوم لعب 11 ماتش جايب 13 جون بس. طيب بقى بالنسبه للرسم التكتيكي وطريقه لعب ومصدر خطوره نادي كايزر تشيفز، فكايزر تشيفز الخطه بتاعته بتعتمد على 4-2-3-1 العاديه كلها اللي احنا كنا عارفينها، بس المعلم كل طريقه لعبه بتعتمد على اللعب من العمق وبالاخص من عند اللاعب رقم 10 عندهم، واقوى لاعب بالنسبه لهم هو شبالالة. ايوه انت سمعت صح، شبالالة مش شيكابالا. الراجل ده هو المحرك الرئيسي لفريق كايزر تشيفز، هو اقوى لاعب عندهم وهو اكتر لاعب مسجل اهداف وعامل اسيستات بالنسبه لهم. الراجل جايب 5 تجوان وعامل 2 اسيست، الراجل اللي بيستلم الكره ويكلفت اي 6 داخل عليه ويعمل ثرو للمهاجم الفتاك اللي عندهم اللي اسمه فلافيو سيلفا اللي مسجل 4 تجوان وعامل 2 اسيست. اما بالنسبه لاشهر اسم عندهم هو سيرينيو بطل دوري ابطال افريقيا 2016 مع فريق صن داونز قدام نادي الزمالك، والاسم اللي كلنا عارفينه اللي ارتبط اسمه كتير قوي اللي هو يجي النادي الاهلي، موجود دلوقتي في نادي كايزر تشيفز وواحد من الاعمده الاساسيه بتاعته. الراجل لعب معاهم كل الماتشات جايب جون وعامل 2 اسيست، خبرات موجوده، فراجل تقيل قوي. وكمان مع شبالالة مع الراجل سيلفا ده عاملين ثلاثيه جباره محدش عادل عليهم في الدوري الجنوب افريقي. وانت كنادي زمالك راح تلعب الماتش في جنوب افريقيا الساعه 3 العصر في عز الحر، بيمسكوا اي نادي مصري هناك بيدعكوه بيعملوا معاك جلاشه. بس انا واثق في نادي الزمالك وفي خط دفاع نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هو اقوى خط في توتو، هو خط الدفاع، يجي بعديه نص الملعب اذا كان محمود حمدي الونش اللي عامل فورمه جباره، حسام عبد المجيد كمان بعد قرصه الودن ده هيرجع جامد جدا، وكمان عندك محمد اسماعيل اللي بيقدم موسم ولا اروع، وعندك على الباك الشمال احمد فتوح. اما بقى الباك اليمين هو ده اللي انا خايف منه وهو عمر جابر، لان الراجل ده كل الكور اللي بتتلعب في ظهره بتعمل خطوره على مرمى نادي الزمالك، وهي دي الخطه
الخطه الثانيه بالنسبه لكايزر تشيفز لو الانطلاقات من العمق فشلت بيلعبوا ورا الباكات اللي زي ده، واحنا عندنا كابتن عمر جابر ما شاء الله عليه في التغطيه العكسيه زي الخرا. بس انا واثق ان شاء الله في نص الملعب اللي هيلعب اذا كان احمد ربيع، محمد شحاته او دونجا، والناس اللي هتلعب دي كلها هتروح تغطي مع عمر جابر وتقدر تقفل الثغره دي بالنسبه لنادي الزمالك. هتقول لي طب الفريق ده ما عندوش نقط ضعف؟ اقول لك يا باشا موجود نقطه ضعف في خط الدفاع بتاعهم. عنده الاثنين قلوب الدفاع ما شاء الله عليهم طوال معديين متر و90 سم وفي نفس الوقت ضخمين، فالناس دي في البيلد اب بطاء جدا، والناس دي في سباق السرعات كلهم بطاء، فاي كره وراهم مع انطلاقات عدي الدباب مع اخوان بزيره مع شيكو بنزا لو استرجل مع سرعات ناصر ماهر كويسه هتقدر تروح على مرماهم عادي جدا. بس في نفس الوقت تجنب اي صراع بدني تخش معاهم، لان انت ما شاء الله قدامهم هتبقى قد كده. يعني ناصر ماهر لو دخل في صراع معاهم بدني هيكلفتوه على الارض، اخوان بزيره نفس الكلام. فانت على قد ما تقدر لازم تتجنب الصراعات البدنيه معاهم وتلعب الكره بسرعه لمسه ولعبه، ما تخليش الكره تحت رجلك كتير، عشان لو الكره تحت رجلك كتير دخلت في اي صراع بدني او واحد على واحد هياخدوا منك الكوره عادي جدا. بس زي ما اتكلمت على الاهلي وقلت ان شاء الله هيطلع بنتيجه ايجابيه من المغرب، ان شاء الله نادي الزمالك هيقدر يرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا. انا هبقى راضي جدا بتعادل، بس ان شاء الله اتوقع مكسب بالنسبه لنادي الزمالك وياخد اول 6 نقط في المجموعه قدام زيسكو يونايتد قدام كايزر تشيفز، لان بعد كده عندك ماتشين مش سهلين خالص قدام فريق النادي المصري. فكل التوفيق بالنسبه للاهلي والزمالك في بطولاتهم الافريقيه، وان شاء الله يوصلوا لابعد مرحله ممكنه. وعندي سؤال ليك كده ايه في اخر الحلقه، ايه فنفنه كده، الزمالك كان وصيف دوري ابطال افريقيا سنه 2020، يا ترى كايزر تشيفز كان وصيف دوري ابطال افريقيا سنه كام؟ تعرف الاجابه قول لي في الكومنتات. وكده يبقى انا خلصت كل اللي عندي، خلصت حلقتي النهارده حلقه العوده. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وسبسكرايب، شايف فلاش صوتك بقى الاول تقول لي رايك في الاضاءه الجديده، اظبط ايه ولا خليها كده ولا ايه الدنيا. واشوفكم ان شاء الله بعد الماتشات وبعد فوز الاهلي والزمالك باول مبارياتهم يوم الاحد ان شاء الله او يوم الاثنين. فالسلام عليكم.